أعراض نقص المناعة عند أطفالنا الحلوين: الالتهابات والعدوى المتكررة، زي إصابة الطفل بالالتهابات 4 مرات أو أكتر خلال سنة، زي التهابات الجلد والعين والأعضاء التناسلية وحاجات تانية كتير. وكمان الحاجة إلى استخدام المضادات الحيوية الوريدية علشان نقضي على العدوى. الطفل مش بيستجيب بسهولة للمضاد الحيوي الشراب. إصابة الطفل بعدوى شديدة زي تسمم في الدم 2 أو أكتر. إصابة الطفل بالتهاب الجيوب الأنفية 2 أو أكتر في خلال سنة. عدم استجابة الطفل للمضادات الحيوية المعروفة لمدة تزيد عن 2 شهر. إصابة الطفل بالالتهابات الرئوية 2 أو أكتر في خلال سنة. إصابة الطفل بفطريات الفم بصورة شبه مستمرة. رقم 2، تأخر في النمو، بنلاقي الطفل مش بيزيد في الوزن بالصورة المطلوبة. كمان بنلاقي فيه اضطرابات في أجهزة تانية من جسمه زي في الجهاز الهضمي، بيحصل للطفل ده على طول تقلصات وألم في البطن متكرر، بيحصل له نزلات معوية متكررة وإسهال شديد. كمان ممكن الطفل ده يجيله إكزيما شديدة وهو مرض جلدي معروف، وكمان ممكن يجيله تضخم في الغدد الليمفاوية وتضخم في الطحال، وممكن يجيله كمان التهابات في أعضاء الجسم المختلفة زي التهابات الكبد.